ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعزائي الكرام، يا رب الأرنب في كل مكان، يا رب دايما من نجاح لنجاح تبقى في أفضل حال إن شاء الله رب العالمين. النهارده أنا بعمل لك الفيديو ده مخصوص عشان العلف بس. يعني في ناس كتير بتكلمني على الجروب، في جروب على الواتس كده احنا موجودين فيه، ناس كتير بتكلمني والله على العلف وانا مش قادر اوصله هناك، لان العلف ده علف مزرعه، ما بودوش لمحلات، ما ببيعوش لمحلات، مش منتشر في السوق. فاي حد عايز العلف ده وحواليا او قريب مني او حد يعرف يجمعه، مثلا 2 3 يجمعوا مع بعض وياخدوا مع كميه، اعمل لهم علف معايا على دماغي، مفيش فيها مشكله، لان ناس كتير والله طلبته مني. فعلشان كده انا قلت اعمل فيديو العلف. ما شاء الله انا هوريك الناس اهوتي، بص شوف الفيديوهات ديتي وان شاء الله ارجع لي في اخر الفيديو. يعني شوف الفيديوهات بتاع الناس اللي بتتكلم على العلف اهيتي، خليك بس مع الفيديو، مع يعني دول كام واحد شغالين بالعلف من جنبي، اسمع رايهم في العلف وبعدين ارجع لي. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك رب العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام برب الارانب في كل مكان، يا رب من نجاح لنجاح وتبقى في افضل حال. احنا ان شاء الله رب العالمين بننزل علف هنا النهارده الاستاذ محمد حماده، فقلنا نعمل لكم فيديو. ويعني انت هتعرف الفيديو اللي فيه الاستاذ محمد حماده من شهر كام، والنهارده احنا في شهر كام لما ننزل الفيديو ده، وانت من نفسك هتعرف هو شغال معانا بقاله قد ايه وطول معانا، والعلف اخباره ايه من يوم ما اشتغل لحد النهارده. العلف اخباره ايه؟ طبعا احنا لسه جايين والله بالعلف، عمل معانا الواجب اهوتي والشاي والاكل، ربنا يا رب يبارك له. ومع الاستاذ محمد، ايه رايك يا استاذ محمد دلوقتي، او الدنيا عامله معاك ايه من ساعه ما اشتغلت معانا بالعلف؟ والله من ساعة ما اشتغلنا بالعلف بتاعكم ما شاء الله في تحويل، وفي الأمهات ما شاء الله ثابتة وزنها، ما فيش أمهات سلسلت، ما فيش أي ضعف في الأمهات من ناحية الحليب في الأمهات موجود ماشي. ما فيش أي حاجة في الفطام من ناحية إسهالات، ما فيش معويات، ما شاء الله عليه. ربنا يبارك. يعني يا جماعة احنا في مزرعة أرانب اهو، بس عشان بس حضراتكم تبقوا ايه، احنا مش قاعدين، بس احنا قاعدين هنا ايه في الجزء الخاص بالحاج محمد بتاع الشاي والقهوة والنظام. يعني احلى حاجة عنده الأم الصفراء. يعني يا حاج محمد الأمهات بعد الولادة، أصل في ناس برضه بتشتكي إن الأمهات اليومين دول بتسلسل وكده. لا والله يعني لو ماشي بعلف صح ما فيش امهات هتسلسل مني، لكن انا ما فيش عندي امهات سلسلت خالص. انت زي ما انت شايف اهوت الارانب وراك ما شاء الله، او انت شفت عملوها ازاي على علف وكانت جعانه سليم، والعلف جاي له اهوت سخن. اخر مرة اتأخر يا محمد، اخر مرة اتأخر عليك، آخر مرة إن شاء الله نتأخر عليك معلش. وجاي سخن، انا ما سبتوش لما يبرد وحطيته له. تمام. ليه؟ ما انا عارف جوده العلف ايه، وعارف العلف هيعمل معايا ايه، ولا انا خايف منه ولا احط لهم على جوع، احط لهم اقطع لهم، ما فيش اي مشاكل فيه. وتحويله ما شاء الله يا حاج محمد كويس ولا ايه؟ والتحويل ما شاء الله زي ما انت شايف اهوت على ال 60 65 يوم تلاقي جايب كيلو 800 2 كيلو. الكلام ده على مسؤوليتك يا حاج محمد؟ مع مسؤوليته، وبعد تجربه 7 8 شهور من العلف. ان شاء الله. يعني انت شغال معانا بقالك يجي 8 شهور، كل الناس اللي خدت مني ما فيش حد طلع عيب فيه. المشاكل معايا فين؟ يعني في ناس خدت منك العلف شغاله بيه معاك؟ شغاله بيه معايا، وبتيجي تاخد وبتسال عليها، ولو ما فيش علف بتستناه لما يجي. ما شاء الله. في ده مشاكل فضل معوية ولا حاجة؟ لا ولا في اي مشاكل معويه ولا اي حاجه حصلت لي في اي حته فطار. يا رب الحمد لله. الحمد بسم لله. الله ما شاء الله. ربنا يبارك. وقدام حضراتكم اهو المزرعه. يعني استاذنك يا حاج محمد. اتفضل يا احمد. قدام حضراتكم اهو بسم الله ما شاء الله الفطام، يعني ربنا يبارك. تحت منهم اهوتي عشان لو عايز شوف الزبلايه ناشفه عامله ازاي. دي الزبلايه هي بتاعت الارنب. يعني معلش انا اسف على المنظر، بس يعني عشان اوريك ان مفيش لا اسهالات ولا انتفاخات. كل زبلايه بص تعد الواحده بوحدتها اهي. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه ربنا يبارك. والارنب ما شاء الله قدام حضراتكم ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني احنا مش هنصور اكتر من كده. حاج محمد حلو قوي كده. وعندك الامهات يا حاج محمد، بص الامهات اهي بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك. يعني قدام حضراتكم هذه ام والده هي بعيالها. تمام. فهمتني؟ ما شاء الله عليها ثابته وجودها قدام حضراتكم. تمام ربنا يبارك. بس لا كده حلوه يا حاج محمد.
صور الصور شكرا. ما يبقى خلاص احنا من اليومين دول ما بنحطش العلف اهو ان شاء الله ربنا يبارك. ما شاء الله اهو. تمام. في تراب ولا حاجه في العلف يا حاج محمد؟ لا حاجات بسيطة ما تذكرش يعني. تمام. هو اي علف يعني نقول الحقيقة برضه اي علف في الدنيا لازم فيه نسبة تراب. طيب تمام. على العموم احنا بنشكرك وبنشكرك على الواجب اللي انت عامله معانا ده الله يخليك، ده حاجة بسيطة حبيبي. و يعني دايما مشرفينا ومنورينا على قناه اخوكم محمد حسان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك ربنا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احباب الكرام رب الارنب في كل مكان، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال. طبعا احنا النهارده مع ابو حبيبه اهو قدامكم هنا في الكردي بننزل علف اهوت لابو حبيبه. العلف ده علف مزرعه حسان. اي حد موجود في النواحي اللي هي تبع الكردي تعرف بقى الحتت بتاعتكم ابو حبيبه زي ايه؟ كفر علام ولا ايه؟ ميت سلسيل، كفر علام، الخضيري، الرياض، الجماليه، عزبه عبده، كل ده تبع ابو حبيبه هنا يعني. ان شاء الله هنحط لكم الرقم على الفيديو. احنا لسه واصلين دلوقتي حالا، وزي ما حضراتكم شايفين يعني العلف اهوتي لسه واصلين على طول. ابو حبيبه ان شاء الله يوزع 10. ماشي خلي بالك اهو. لا زي ما انت. اللهم ربي وبحمدك. سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام ورب الارنب في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، يا رب دايما من نجاح لنجاح تبقوا في افضل حال ان شاء الله رب العالمين. النهارده بعمل لكم فيديو لناس حبايبي وشغالين معايا من زمان. الاستاذ صلاح اهوت مشرفني، شغال معايا برضه بقاله شويه بالعلف وكان بطل ورجع تاني. والباشمهندس طارق طارق صلاح الباشمهندس طارق صلاح يعني جاي النهارده يشوف بياخد ارانب اهو قدام حضراتكم وجاي. فانا قلت له انا اصورك معايا على القناه. قعد يقول لي لا انا مش عايز اتصور وبتاع مش عارف ايه، بس اتصور اهو. طارق ده اللي ما كانش راضي يتصور. حاج صلاح حبيبي قال لي مفيش فيها مشكله. فقلت له هسألك بس تقول للناس تجربتك وشغلك في الأرانب والعلف عامل معاك ايه والدنيا ماشية معاك ازاي، علشان اللي ما يعرفناش برضه يعرفنا، ويمكن حد حواليه يمكن هو يحب يشتغل برضه ربنا يوسع عليه مثلا والموضوع يكبر معاه، يحب يوزع العلف، يحب يبقى يعني منفذ لنا مفيش فيها مشكلة الناس تبقى عارفاه. انت مشرفنا النهارده يا استاذ صلاح النهارده والله بجد والله. وانت منورنا يا حاج اقول طارق الحاج طارق. طيب رايك يا حاج طارق في الشغل والعلف بامان؟ تمام. لا تمام دي قليله تمام. انا لازم تقول للناس تجربه والدنيا ماشيه ازاي. يعني الخصوبة حلوة. اي الخصوبة أهم حاجة، والتحويل شغل تمام يعني. كنت شغال بعلف قبل كده كتير يعني، بس ما ظبطتش في التحويل. جبت مرة كده فلقيت الشغل حلو، فجينا على طول بقى بعد كده اشترينا من نجل العلف 100 100. الامور ماشيه تمام يعني؟ ماشية تمام الحمد لله. انت بتربي ارانب من زمان يعني المفروض تبقى لا راجل عملاق يعني. تقول للناس التحويل كان نظامه ايه والوقت التحويل بيتباع على كام يوم؟ التحويل مثلا كان على شهرين و10 ايام. شهرين و5 ايام في الحدود دي. بعد كده بقى بالعلف دي بدأ مثلا شهرين إلا 5 أيام إلا 3 شهر شهرين مثلا. الكلام ده على مسؤولية الحاج طارق. شهرين إلا بيطلع شهرين إلا بطلع مثلا كيلو 700. تمام. كيلو 700 كيلو 800 كيلو شهرين إلا شهرين. شهرين لما بيتم شهرين بيطلع معايا كيلو 900. طيب يعني مثلا كيلو 900 نقول كيلو 900 في شهرين. تمام. طب ما فيش فيهم حاجه 2 كيلو خالص ولا بيبقى فيه؟ لا بيبقى فيه تفاوت الاحجام اللي بتبقى
في الاول جريشه بتظهر معانا 2 كيلو، تمام، يعني نقول من يعني كيلو 800 900 2. تمام. ده التحويل بامانه يعني ولا في لا حاجه؟ والله بامانه يعني عشان جربنا بس الناس، الصفا وجربنا اللابت وجربنا كل حاجه. طيب الحمد معلش لله احنا ده هنبقى بسم الله ما شاء الله. نمنتج كام اسم اللي انت قلته، ودول هنمنتجهم ان شاء الله في الفيديو محدش يعرفهم عشان احنا ما بنحبش يعني نقول على حد. وان شاء الله رب العالمين الموضوع ربنا يبارك لكم والدنيا تمشي معاكم. ايه رايك في مشروع الارنب؟ يعني عايز اهتمام. هو مشروع الارنب مشروع ناجح ومشروع حلو، بس عايز اهتمام وعايز رعايه وعايز يكون الشغل صح. تمام. اصل في ناس بتقول لنا الارانب فاشله. لا هو مشروع حلو، انا جربته وبطلته وجربته واشتغلت وبطلت واشتغلت والواحد مش عارف يسيبه. بس هو عايز مكان صح وتهويه صح وشغل صح، والارنب ناجح 10 على 10 ومشروع 10 على 10. والله انت راجل محترم. ده الكلام بقى اللي احنا بنيجي نقوله للناس. الناس بتقول لك لا، كل واحد يجيب ارانب يفكرها شغاله اوتوماتيك، المكان مش جاهز، ويقول لك هي الارانب بتولد كتير وخلاص وهتكسب. لما يخش في المشروع ومش مجهز مكان وكده يبدا يجي له مشاكل، يبدا يلاقي الخسائر ويقول لك لا ده المشروع فاشل. انما الراجل المحترم اهوت بيقول لك ساب المشروع ورجع له، ساب المشروع ورجع له، لانه وهو هاوي يعني، هو كمان غاوي الارنب مش قادر يستغنى عنه. انا غاويه، انا غاوي مشروع الارنب، انا غاويه. تمام. وبقول لك الدنيا ودي الناس دي يعني شغالين معانا بالعلف، ودول شغالين وعارفين مشروع الارانب. والراجل اللي محروق ده مش عارف يتكلم في الفيديو وقلقان ده، والله شاطر قوي في تربيه الارانب، وكان وبيمسكني بعيد عن الفيديو. والله ما اقولكش شاطر قوي. مش عارف انا ما بقدرلوش، مش عارف، مش عايز يتكلم ليه في الفيديو. يعني انت طيب. بس انت عشان منوريني ومشرفيني الله يبارك في عمرك. ومشرفني على القناه، وده شرف ليا كبير والله. الصباح انتم معايا على القناه ان شاء الله، انت والحاج طارق، وان شاء الله مزيد كده من النجاح يا رب وتبقوا في افضل حال. تحياتي للجميع، ودايما مشرفيني ومنوريني على قناه اخوكم محمد حسان. انت شفت راي الناس والدنيا، في اي حد عايز العلف انا خدامه تحت امره، مفيش فيها مشكله ان شاء الله رب العالمين. انا مكاني قريه السلام، مركز الزرقاء قريه السلام، محافظه دمياط، قريه الزرقاء يعني اسف، محافظه دمياط، مركز الزرقاء، قريه السلام. اي حد محتاج العلف انا هسيب لك الرقم وكلمني. اي حد يا جماعه على طول يعني بتاعت الفيديو ده ما يعلقليش تعليق انت منين، على طول انا بسيب له الرقم بتاعت الفيديو او اسيب له الرقم على الفيديو وهو يكلمني على طول مباشر. لو عرفنا نتواصل مع بعض انا تحت امر الجميع. تحياتي لكل الناس، دايما مشرفين ومنورين والله على قناه اخوكم محمد حسان. وقدام قبل ما انسى، شوفوا الحاجه هي قدام حضرتك اهي، بسم الله ما شاء الله يعني. الظاهر ما شاء الله يعني، ده كل ده شغل العلف وربنا يبارك يعني قدام حضراتكم اهوت. دايما مشرفين ومنورين على قناه اخوكم محمد حسان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.